السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون من الاسواق في المانيا. فكره الفيديو النهارده بتركز اكتر على الطلبه اللي جايين جديد، والفكره ان احنا عايزين نوريكم ازاي تقدروا تتسوقوا في المانيا. الاول هنروح متجر من المتاجر عشان تشتروا منتجات غذائيه. هديكم شويه معلومات برضو جوه، زي ازاي تعرفوا ان المنتج اللي انتوا بتشتروه ده حلال ولا لا، وهديكم فكره عن الاسعار عشان تعرفوا لما تيجوا المانيا ان شاء الله ممكن تتكلفوا كام لما تيجوا تشتروا منتجات غذائيه. حابب اقول لكم ان في متاجر مخفضه زي متجر ليدل، وفي الدي، وكمان نتو وبيني. دي متاجر تعتبر مخفضة، وفي متاجر تانية أسعارها عادية أو اللي هي أسعار بتبقى غالية شوية، زي متجر كاوفلاند ومتجر إيديكا اللي احنا هنروحه كمان شوية، وفي متاجر تانية. هنا يا جماعة عشان تعرفوا ازاي تسحبوا عربية، لأن مش زي عندنا في بلادنا بتبقى مقفولة بقفل، وعشان تعرفوا ازاي تفتحوها الموضوع ده موجود في أوروبا تقريبا كلها. بتحطوا كوين هنا 50 سنت، يورو أو 2 يورو، بتحطوها عشان تفكوا القفل. ولو عايزين بعدين ترجعوا العربية تاني، تقدروا تحطوا القفل كده ترجعوه تاني، هيطلع لكم هنا 50 سنت، تقدروا تسحبوها وخلاص العربية قفلت. في نقطة تانية مهمة عايز أقول لكم عليها، إن لو في منتجات انتوا اشتريتوها من بعض المحلات بيبقى موجود عليها هنا العلامة دي اللي هي علامة الريسايكلينج. ففي منتجات عندي اشتريتها قبل كده وبتيجوا ترجعوها وبتاخدوا عليها سعر، على كل ازازة بترجعوها تقريبا بتاخدوا 15 سنت، فبتيجوا ترجعوها هنا في الجهاز زي ما هتشوف هنا. بترجعوا الأزايز بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين بيكتب لكم هنا السعر زي ما انتم شايفين. ودي عشان ازازه، تمام. وبعدين تقدروا تسحبوا بعد ما خلصنا، تقدروا تسحبوا من هنا يرجع لكم تيكت في السعر او المبلغ اللي انتوا اخدتوه زي ما انتم شايفين. تقدروا بعدين لما بتيجوا تحاسبوا عند الكاشير بتدوا له الورقه ديت وبيحسب لكم المبلغ ده، وبيخصموا من المبلغ اللي انتم المفروض تدفعوه. يا جماعه احنا دلوقتي في جوه المحل اهو، وده مكان الخضار والفاكهه. فهوريكم ازاي مثلا تقدروا تاخدوا فاكهه، وازاي تقدروا بعدين مثلا توزنوها. تسحبوا عادي كيس بلاستيك، وبعدين خلينا نشتري اي حاجه. هناخد تفاح مثلا، تفاحتين، وتقدروا تشوفوا الاسعار هنا ده للكيلو، تمام. هنا ل 600 جرام مثلا، وبعدين كاتبين السعر صغير هنا للكيلو. الكيلو ب 2.98، وهنا هتلاقوا مثلا السعر المكتوب ده ب 600 جرام. وليه عاملين 600 جرام؟ لانه هنا مغلف. فدي هنا الاسعار اللي هي المنتجات البايو الاورجانيك، ما فيهاش اي تعديلات كيماويه، فدي بتبقى معظم الوقت اغلى من الحاجات التانية طبعا المتهرمنه. فهتلاقوا هنا يعني التفاحة هتلاقوها مسخوطة شوية، ولكن بتبقى مش ما فيهاش أي كيماويات، وده بيخليها أغلى. فزي ما تشوف هنا في منتجات تانية، والأسعار زي ما انتم شايفين مكتوبة أهي. وهتلاقوا برضو حاجات عليها تخفيضات تاني. الليمون مثلا عليه تخفيض حوالي 12%، وهنا في 16%. بس فده هنا مكان الخضار والفاكهة بيعمل كده. وتعالوا نروح نشوف الوزن مع بعض، انكم توزنوا. الموضوع ده موجود في ليدل والدي مثلا، محلات اللي هي اللي معمول عليها الديسكاونت التخفيضات، ان في بعض المحلات اللي هي تقدروا تعملوا الوزن بنفسكم، وده عشان انتوا بس تعرفوا وزن الحاجه اللي انتوا اشتريتوها دي بكام. ولكن لما تروحوا عند الكاشير هناك بتروحوا هو اللي بيوزن، وهو بعدين تقدروا تدفعوا على طول. ولكن في بعض المحلات ما ينفعش تروحوا للكاشير غير لما توزنوا بنفسكم وتحطوا السعر على الكيس. فاحنا دلوقتي مثلا بنوزن اللي احنا اشتريناه، هتلاقوا هنا السعر الوزن مكتوب، وتقدروا بعدين من السعر اللي انتوا شفتوه هناك تقدروا تحسبوا انتوا السعر هيكون بكام بالظبط. في المحلات التانية هتلاقوا بعدين كمان تقدروا تطلعوا تيكت من الماشين من الجهاز، وبعدين تحطوا السعر على الكيس عشان تروحوا تحسبوا وتدفعوا عند الكاشير. ودلوقتي هنتكلم ازاي تقدروا تعرفوا المنتج اللي انتوا عايزين تشتروه ده حلال ولا لا، وده باستخدام ببساطة برنامج من البرامج الموجودة على الاب ستور. ده برنامج هنا اسمه حلال زلال. ومن البرنامج دوت تقدروا تعرفوا المنتجات اللي انتوا تشتروها حلال ولا لا. فخلينا نشوف البرنامج ده بيشتغل ازاي. اول ما تدخلوا ينفع تقروا هنا باركود، فلو جبتوا اي منتج، خلينا نجيب منتج هنا احنا عارفين اساسا ان هنا ده فيجن، فتقدروا تشوفوا المنتج، وهنا بيقول لكم ان المنتج ده حلال زي ما انتم شايفين اخضر، معنى انه تمام مسموح بيه، ومكتوب لكم هنا جمله انه حلال. خلينا نشوف منتج تاني واحنا عارفين انه حرام مثلا. منتج زي دوت فيه جيلاتين اللي هو منتج بتاع الخنزير. فخلينا نشوف انه حلال ولا لا عن طريق البرنامج برضو. نقدر نشوف الباركود،
ومن هنا كتب لكم بالاحمر وانه في منتج للخنازير، فهنا مكتوب عليه انه حرام. تقدروا تستعملوا البرنامج دوت مع اي منتج هنا موجود في السوق. في بعض المنتجات بتبقى لسه ما نزلتش على البرنامج، فبيقول لكم ان المنتج دوت مش عارفين عنه اي معلومات، ولكن معظم المنتجات على حسب تجربتي كانت موجوده على البرنامج، وان شاء الله تستفيدوا منه. ولازم تاخدوا بالكم يا جماعه ان معظم المنتجات هنا زي الشوكولاته، منتجات الشوكولاته معظمها بتفتكروا ان هي عاديه، ولكن بيحطوا ساعات فيها حاجات فيها خمره وحاجات زي كده. فانا قبل كده اشتريت مثلا منتجات كتير شوكولاته كهدايا والكلام ده، وبعدين اكتشفت ان فيها الكحوليات كتير، فاضطريت ارميها طبعا. فعندكم زي المنتج ده، لو هو ده، لو شفتوه على البرنامج هيكتب برضو ان هو حرام، ولو جيت ورا ممكن تشتروه وانتم مش عارفين، مش واخدين بالكم، شكل العلبة عادي جدا، ولكن هنا مكتوب ان فيه منتج فيه الكحول، المنتج اللي هو ليكور فيه الكحول. فتخلوا بالكم وانتوا تشتروا اي حلويات، حتى ان الحلويات بيحطوا فيها حاجات مواد الكحولية وحاجات حرام، فتخلوا بالكم من حاجة زي كده. وهنا قسم المخبوزات، بتبقى حاجات لسه طازة اللي هي طالعة في نفس اليوم، فتقدروا من هنا برضو تشتروا مخبوزات. بتجيبوا كيس من هنا عادي، وبعدين بتسحبوا اللي انتوا عايزينه وبتدفعوا عليه برضو لما تروحوا عند الكاشير، هو بيعرف السعر اللي موجود عليه. وهنا زي ما انتم شايفين الأسعار بتاعت الحاجات هنا. لو شفنا أي خبز عادي زي العيش ده مثلا، حوالي كيلو بسعر 2 يورو تقريبا. وهنا دي أسعار حاجات تانية بحوالي 49 سنت. العيش زي ما انتم شايفين الصغير ده. هنا المخبوزات المغلفة برضه عشان تعرفوا الأسعار، ده منتج تركي بحب اشتريه، تمن رغفة بحوالي 2 يورو، زي ما انتم شايفين هنا الكيلو بحوالي 2.49 سنت. فده للعيش، ده هنا نفس المنتج ولكن منتج ألماني. وهنا زي ما انتم شايفين الكيلو بحوالي 3.22 سنت. وفي عيش توست زي ما انتم شايفين برضه عشان تعرفوا الأسعار، هنا في عيش توست برضه بسعر يورو 19 سنت، منتج زي ده. وهنا عشان تاخدوا شوية أفكار عن الأسعار. في قسم المخبوزات برضو هتلاقوا فيه حاجات زي كده الدونات والكلام ده، وهنا حاجة عليها مثلا تخفيض حوالي 10% للدونات. وهنا حاجات تانية بالجبنة، وبرضو تخلوا بالكم إن ساعات بيحطوا فيها مواد بتاعة خنازير، فتخلوا بالكم إن برضو في حاجة بتبقى حرام. للدونات تقدروا مثلا إنكم تشتروا، يعني تجيبوا العلبة اللي تحت دي وتحطوها جوه وبعدين تحاسبوا عليها تاني عند الكاشير بره. العسل هنا غالي، ولكن زي ما انتم شايفين الأسعار لبعض المنتجات المختلفة للعسل هتلاقوا الأسعار بتوصل ل4.55 مثلا 4.99 عند العسل والحاجات المربى والكلام ده. وهنا علبة النوتيلا مثلا، علبة النوتيلا اللي هي الكبيرة دي حجمها 750 جرام بحوالي 4.29 سنت. وهنا في منتجات تانية زي الكورن فليكس والكلام ده برضو لو حابين تشوفوا الأسعار. هنا علبة زي ديت مثلا 750 جرام بحوالي 2.49. هنا أسعار منتجات القهوة والنسكافيه، هتلاقوا هنا في منتجات كتيرة وحاجات مختلفة كتير. فهنا مثلا لو قارنا بالأسعار بتاعة النسكافيه، إزازة النسكافيه العادي هنا 200 جرام بحوالي 8.29 سنت. وهنا النسكافيه الجولد بحوالي 11.99 سنت. ودي حاجات سريعة التحضير، كابتشينو سريع التحضير بحوالي 2.89 سنت 500 جرام. وهنا منتجات الشاي والحاجات اللي هي المشروبات اللي هي الصحية شوية زي الليمون والجنزبيل والحاجات اللي تنفع في دور الانفلونزا ده. فهتلاقوا الأسعار برضو هنا أسعار منطقية، 1.75 سنت للشاي الأخضر. وهنا في إيرل جراي. وهنا بعدين عند حتة التوابل هنا موجودة قسم التوابل، وبرضو تخلوا بالكم إن قسم التوابل ساعات بيبقى فيه حاجات حرام، تخلوا بالكم منها برضو. يعني هنا في حاجات فيها حاجات للخنزير، فتخلوا بالكم إن مش أي حاجة تقدروا تشتروها من هنا. هنا بعدين قسم اللحوم والحاجات ديت، فهنا بوريكم الأسعار. يعني هنا لو عايزين تشتروا مثلا فراخ زي ما انتم شايفين القطعة زي ما انتم شايفين هنا حوالي، دي الأسعار 8.99 2.5 كيلو. أجنحة دجاج حوالي كيلو ب6.49 زي ما انتم شايفين. وطبعا هنا برضو هتلاقوا في حاجات فيها خنزير، هنا بقى مرسوم عليها هنا ان دوت لحم بقري. لو هنا مثلا برجر ولحم بقري ب 800 جرام 800 جرام بحوالي 6.99 يورو.
تخلوا بالكم هنا مثلا ان ده مرسوم عليه خنزير، فده حرام يتاكل. بالنسبه لموضوع الحلال والحرام، في بعض الناس بتشوف ان ممكن يشتروا لحمه او فراخ من المحلات اللي هنا اللي هي مش مذبوحه على الطريقه الحلال، وشايفين الموضوع دوت حلال عادي، ولكن شايف الموضوع مش مستاهل. يعني في محلات هنا عربي ومحلات تركي بتبيع لحمه وفراخ حلال، بروح لها كل اسبوع مثلا مره وبشتري من هناك منتجات حلال. مش مستاهل انك تشتري من محل زي هنا مثلا منتج يكون مشبوه. طالما في حل عندك ليه تشتري من محل زي هنا؟ انا برضو بعض المنتجات التانية مثلا هتلاقوا جاكيت برضو في ليدل، والسعر هنا مثلا ب10 يورو 49 سنت، جاكيت بالشكل ده. وبرضو بعض المنتجات التانية. وبعدين هنا قسم الجبن، ومش عايز ادخل في تفاصيل كتير ولكن بس عشان تاخدوا فكرة برضو عن الموضوع. الأسعار في أنواع كتيرة مختلفة طبعا للجبن، فهتلاقوا الأسعار هنا متوسط مثلا يورو 79. وبعدين هنا في قسم المكرونات والرز، هتلاقوا هنا مثلا كيس المكرونة بحوالي يورو 19، نوع تاني بيورو 49 مثلا، اللي هي المكرونة الاسباجيتي. في أنواع مكرونة تانية اهي بحوالي 99 سنت، يعني بيورو تقريبا، حوالي 500 جرام. في هنا برضو حاجات للصلصة، وبرضو تخلوا بالكم ان معظم الحاجات هنا برضو تبقى حرام. يعني مثلا منتج زي ده يعتبر حلال، ده معمول من الخضار. بس في منتجات تانية زي مثلا الصلصة ديت اللي هي معمولة صلصة البولونيز اللي هي معمولة باللحمة المفرومة، تعتبر لبعض الناس اللي شايفة ان حلال ياكلوا هنا لحمة وفراخ مش مذبوح حلال، ده يعتبر منتج حلال ليهم. ولكن اللي شايف ان حرام ياكل لحمة او فراخ مش مذبوح حلال، فمنتج زي ده تاخد بالك منه لانه يعتبر حرام. بعدين نيجي لمنطقة الزيت ونشوف هنا مثلا لو في زيت زيت عباد الشمس، الاسعار مثلا حوالي 33. هنا مثلا في زيت قلي حوالي 2 لتر ب4.99، الإزازة الكبيرة دي. وبعدين هنا عند منطقة الدقيق مثلا دقيق أسمر بحوالي يورو 49 سنت، وفي الدقيق العادي اللي هو الأبيض بحوالي 79 سنت. وبعدين هنا إزازة الحليب زي ما انتم شايفين هنا لتر بالسعر زي ما انتم شايفين هنا. في بعدين هنا قسم في البيض، مثلا علبة فيها 18 بيضة بحوالي 3.19 سنت. هنا في البيض العادي وفي البيض البايو، والفرق ان البيض البايو الفراخ نفسها الفرخة نفسها كانت بتاكل اكل مش متهرمن او مفهوش اي كيماويات، ولكن هنا الفراخ اللي كانت بايضة البيضة دي بتبقى متهرمنة، الاكل متهرمن يعني الاكل فيه كيماويات. هتلاقوا برضو ان البايو هنا بيبقى ارخص بيبقى اغلى من اللي هو العادي. البطاطس مثلا، يعني البطاطس هنا اهي عشان برضو تشوف الأسعار. في أنواع بطاطس مختلفة. في هنا باكج بحوالي باكج حوالي كيلو، النوع ده بحوالي 2.49 يورو. وهنا نوع تاني بطاطس برضو كيلو ب1.99. فهنا برضو قسم المجمدات، وهتلاقوا حاجات هنا فيجن كتير، حاجات خضار كتير، منتجات زي كده مثلا 300 جرام حاجة سريعة التحضير بحوالي يورو 99. هتلاقوا منتجات زي كده. عصاير برضو طبعا تاخدوا بالكم من العصاير، في حاجات بتبقى حرام وفي حاجات سهلة بتبقى موجود عليها فيجن بتبقى حلال معظمها. مثلا مشروب زي دوت لتر بحوالي 1.49. منتج تاني بحوالي 99 سنت. بس مشروبات حاجة زي الليبتون مثلا ايس تي حوالي يورو 69. وتلاقوا مثلا حاجات زي الكوكاكولا وكده عشان تقارنوها بالأسعار عندكم في بلدكم. بشوف في المنتجات اللي هي بتبقى مشهورة أكتر زي البيبسي والحاجات دي، هنا الأسعار 5.34 للباكج اللي فيه 6 حبات. باكج فيه 6 حبات بحوالي 5.34 يورو. وهنا منتجات السناكس شباسي، سعر مثلا باكيت شيبسي زي ده بحوالي 200 جرام بحوالي 99 سنت. وده هنا برينجلز على سن حاجة مشهورة برضو أكيد هتلاقوها في بلادكم. فهنا علبة البرينجلز حوالي 185 جرام بيورو 49، ده بعد التخفيض، ولكن قبل التخفيض بحوالي 3 يورو. وبعد يا جماعة خلصنا متجر ليدل، رايحين دلوقتي للمتجر التاني اللي هو إيديكا، ورايحين لمحل تيدي عشان أوريكم الأسواق التانية. ولكن برضو هنا في جنبينا محل نتو عشان تعرفوا شكله عامل ازاي. ده محل نتو اللي هو أسعاره برضو رخيصة زي محل ليدل اللي كنا عنده، موجود عليه فوق مكتوب ماركن ديسكاونت اللي هي المتاجر اللي عليها تخفيضات. وبعدين هناك في متجر إيديكا على الشمال، وفي جوه برضو محل تيدي عشان تشتروا منه المنتجات التانية زي مثلا مخدات كوبايات اطباق حاجات زي كده. الحاجات دي هتلاقوها في محل تيدي، فهنروح مع بعض نشوف الموضوع ده يا جماعة محل إيديكا. وما تدخلوا زي ما انتم شايفين هناك مثلا في كافيه، وفي هنا تيدي على الشمال.
وبعدين هنا اول ما تدخلوا المحل نفسه هتلاقوا بقى حاجات كتيرة، يعني مش بس اسواق، مش بس حاجات مواد غذائية، ولكن في حاجات تانية، منتجات تانية، مكان للمكتبة، اقلام، مساطر، حاجات زي كده. هنا مجلات، وبعدين هنا حلويات وشوكولاتات والكلام ده، وبعدين مواد غذائية زي ما انتم شايفين. ولكن في حاجات طبعا أكتر من الموجودة في محلات زي ليدل والكلام ده. هنا بتبقى منتجات أكتر بكتير، والمحل طبعا زي ما انتم شايفين برضو أكبر. هنا برضو منطقة الخضار والفاكهة، وتقدروا عشان بس نقارن الأسعار. أنا معرفش هناك، مش فاكر السعر كان كام، ولكن ده سعر التفاح برضو زي اللي كان هناك، اللي هو العلبة البايو اللي فيها أربع تفاحات، فده السعر. وبعدين أبقى أقارن الأسعار بعدين، ولكن تقدروا تشوفوا هنا الحاجات اللي موجودة هنا، مثلا الليمون، وفي كذا منتجات. وبعدين زي ما قلنا قبل كده برضو ان هنا تيجوا توزنوا وتحطوا هنا الحاجة عشان توزنوها. هنا بيكتب الوزن زي ما انتم شايفين، الوزن بيتكتب، وبعد ما بيخلص بتطلعوا بره هنا التيكت. وبعدين تاخدوا التيكت وتحطوه على الكيس عشان تحاسبوا عليه بره. ما ينفعش تروحوا وتوزنوا وتحاسبوا عليه من غير ما تجيبوا الأول الوزن من هنا. هنا برضو سعر الطماطم مثلا زي ما انتم شايفين، برضو نضيفة ما شاء الله. سعر الطماطم 2.29 للكيلو. في خيار وفي منتجات كتير زي ما انتم شايفين، عشان تاخدوا فكرة برضو عن الحاجات المختلفة عن اللي موجودة هناك. يعني الحاجات دي مش هتلاقوها في ليدل أو نتو أو الكلام ده، شمع كلام زي دوت. هنا حاجات للزينة زي ما انتم شايفين، أطباق، معالق، الكلام ده. وهنا في منطقة برضو شوية ملابس، فهتلاقوا هنا في حاجات كتيرة شوية. دي الحاجات اللي ممكن تشتروها من هنا، لحمة، فراخ زي كده، والحاجات دي بتبقى فريش. وده برضه مختلف عن الموضوع عن الموجود في ليدل او نتو، لان مش هتلاقوا مكان فيه حاجات فريش في ليدل او نتو. هتلاقوا هنا منتجات اكتر زي ما انتم شفتوا، وحاجات فريش. وبرضه ممكن تلاقوا حاجات الكترونيه شويه اكتر هنا من اللي هتلاقوها في ليدل او نتو. وبس خلينا نروح المحل الجاي على طول. ودلوقتي احنا في محل تيدي، ومحل تيدي دوت تقدروا تشتروا منه المنتجات، خصوصا هم تبقوا لسه جايين المانيا، تبقوا مثلا محتاجين تشتروا مخده، مغطيه، كلام زي ده. الحاجات دي هتلاقوها في محل زي تيدي باسعار رخيصه، والجوده بتاعتها بتبقى معقوله. هي بتبقى حاجات كويسه جدا للطلبه. هنا برضه زي ما انتم شايفين حاجات زي بناطيل وتيشيرتات، حاجات خفيفه كده، شرابات، مخدات، حاجات زي كده. تقدروا تلاقوها في محل زي تيدي باسعار زي ما انتم شايفين رخيصه واسعار معقوله. ساعات وحاجات زي كده، ساعه زي دي مثلا ب7 يورو. هنا منبه ب7 يورو. كانس مثلا لو عايزين مكنسة، نشوف سعرها بكام. ممكن المكنسة هنا ب6 يورو. أنا بحاول أشوف إيه المنتجات اللي ممكن الواحد يحتاجها أول ما يجي، عشان برضه ما أخدش من وقتكم كتير. حاجات ممكن أكون أنا كمان احتاجتها أول ما جيت، فبحاول أركز على الحاجات دي أكتر. في مثلا هنا مجات، لو شفنا مج هنا مثلا بسعر 2 يورو. مج كبير زي ما انتم شايفين، في أنواع كتيرة. وهناك مثلا أطباق وحاجات على بلاستيك. تعال نشوف بس الأسعار بسرعة كده. علبة زي دي مثلا ب3 يورو. هنا علبة تانية ب2. وفي طبعا زي ما انتم شايفين أنواع كتيرة، أنواع مختلفة. حاجة مصفى ب5 يورو مثلا. هنا مثلا لوند وحاجات للكهرباء. أنا برضو هحتاج لمبة تقريبا دي، برضو ب3 يورو. في هنا ب4 يورو لمبة تانية نوع تاني. هنا مثلا حاجة للغسيل بيورو، كام قطعة، 4 قطع، وحاجات زي كده. أكياس بلاستيك للزبالة بيورو. علب غسيل، سلة غسيل ممكن تكلف كام مثلا، بحوالي 7 يورو. بعدين مثلا الحلل والكلام ده برضو، تعالوا نشوف الأسعار. هنا هتحتاجوا حاجة زي كده برضو في البيت، حوالي 10 يورو زي دي. في هنا مثلا واحدة ب10 يورو أكبر شوية، دي مثلا ب7 يورو. هنا ده ب10 يورو. حاجة زي مثلا كده الخشب، حاجة كده مثلا عشان تقطعوا عليها ولا بتاع، ب4 يورو برضو. محل زي دي تقريبا هتحتاجوا تيجوا أول ما تيجوا ألمانيا إن شاء الله. كده نخلص فيديو النهاردة عن المنتجات في ألمانيا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واللي عنده أي أسئلة أو استفسارات يقدر يكتب لي في التعليقات تحت الفيديو. وأشوفكم يا جماعة في فيديو تاني.